السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من جديد. زملكاوي ميكس كل شيء والعكس. أنا نفسي أعرف إيه مشكلة الزملكاوي مع إمام عاشور. نفسي أعرف إيه مشكلة الزملكاوي مع النادي الأهلي عموما. هو أنت زعلان إن النادي الأهلي عنده إدارة محترمة، اللاعب اللي بيغلط بتعاقبه، ولا أنت عشان محروم من حاجة زي دي فأنت شايف إن الموضوع ده بالنسبة لك حاجة غلط؟ يعني زعلان قوي ان امام عاشور عندنا اداره محترمه، لما امام عاشور يعني برطم بالكلام عاقبوه بمليون جنيه غرامه. هو المفروض ان هو ما يتعاقبش. انت دي وجهة نظرك يعني، او انت مستني له بقى اي حاجه عشان تشمت فيه؟ طيب تعالى كده، انت دلوقتي مشكله مصطفى شلبي عملت فيها ايه؟ ولا حاجه. مصطفى شلبي لو انت ما تعرفش ان في ماتش بلاك بولز، اخر ماتش الزمالك لعبه، وهو خارج شاط برجله الازازه وشوح لجوميز وشوح عبد الواحد السيد جاي بيهديه، قام مشوح له والدنيا على الخلطبيطه خالص. عملت معاه ايه بقى لما الاهلي قال ان هو عاقب امام عاشور؟ في الاول انت ما عاقبتوش، ولما الاهلي قال ان هو عاقب امام عاشور قلت انت هتعاقبه بغرامه سريه. هلعاقبه بغرامه سريه، وبعدين رجعت قلت لا، ده الراجل كان زعلان وعايز فريقه يكسب، فانا عاقبه ازاي؟ صباح الفل. طيب قبلها بشويه اللعيبه بتوعك الحلوين اللي عملوا مشكله في الامارات ومخلوا يعني خلونا منظرنا مشرف قدام الناس كلها، قدام البلاد بقى كلها، سيبك من مصر، خلونا منظرنا مشرف قدام العالم. لا، الناس دي لما خدت اتحبست، وبعدين خدوا غرامة 600,000 درهم، وبعدين خرجوا بعفو ملكي، والحمد لله رجعوا مصر وعدت على خير. لما جولك بقى عاقبتهم ما حصلش. يا راجل ده انت من فترة زمان لما شيكابالا شد مع حسن شحاتة الأسطورة، لما شيكابالا شد معاه، والفيديو انا ممكن اعرضه كمان، لما شيكابالا شد مع حسن شحاتة، حسن شحاتة مشيته وفي عشان خاطر شيكابالا. وفي الاخر كرموا شيكابالا. فما تجيش تقول لي عقوبات ليه وانت اصلا عايش في البليلة بقى. ما تنساش تصلي على النبي في كومنت، واعمل متابعة عشان ما يفوتكش كتير.